في أيام كده تصحى من غير سبب تحس إنك مخنوق، ولا حصلت حاجة ولا في خبر وحش، بس في وجع كده جوه صدرك مش عارف مصدره. تفتح الموبايل، تمسكه ترجعه، تقوم تقعد، تحس إنك تايه جوه نفسك، كأنك في سباق محدش قالك إنك بتشارك فيه. قلبك يدق بسرعة، صدرك مقفول، ودماغك عاملة دوشة مش عارف تطلع منها. تحاول تشغل نفسك بأي حاجة، بس الإحساس مش بيروح. تحس إنك هتنفجر، بس مش فاهم ليه أصلاً. اللي بيحصل هنا اسمه التوتر، بس مش التوتر اللي بيتقال عليه في كتب التنمية البشرية. ده توتر من النوع اللي بيخليك مش طايق نفسك، تقول كلمة وتندم، وتبدأ تشك إن فيك حاجة غلط. بس لأ، ما فيكش حاجة غلط. اللي جواك طبيعي جداً، بس مش مفهوم صح. التوتر مش دايماً بيجي من ضغط أو مشكلة كبيرة، أوقات بيجي من تراكم صغير، من نوم مش منتظم، من كلام وجعك وسكت عليه، من خوف مكبوت، من إحساس إنك بتجاهد كل يوم عشان تبين إنك تمام. وجسمك بيشيل يوم بعد يوم لحد ما يوصل الرسالة بطريقته. توتر، خنقة، صداع، تعب، مش علشان يهذبك، لكن علشان يقولك كفاية ضغط. علمياً التوتر مش مجرد شعور، ده رد فعل طبيعي من المخ لما يحس بخطر. المشكلة إن العقل مش بيفرق بين خطر حقيقي وخطر في خيالك. يعني ممكن تكون قاعد في أمان تام، بس فكرة واحدة تمر في بالك زي هفشل، الناس شايفاني إزاي، أنا مش كفاية، فيتعامل جسمك كأنك في معركة حقيقية. القلب يدق بسرعة، النفس يكون أسرع، والنتيجة إحساس غريب بالخطر من لا شيء. إحنا بنتعامل مع التوتر غلط، بنحاول نهرب منه بدل ما نفهمه. نقعد نقول اهدى بقى، مفيش حاجة تستاهل، ونمثل إننا تمام. بس التمثيل مش علاج، ده مجرد تأجيل لانفجار أكبر. التوتر مش عايزك تهدى، التوتر عايزك تسمعه. عايزك تسأل نفسك، أنا مضغوط من إيه؟ تعبت من إيه وما قلتش؟ هو في إيه جوايا مش عارف أعبر عنه؟ يمكن تكون شايل ذنب، أو خوف، أو إحساس إنك لو وقفت ثانية الناس هتسبقك، وكل ده بيتحول مع الوقت لقلق مستمر من غير ما تعرف ليه. الحل مش إنك تمنع التوتر، لكن إنك تفهم رسالته. التوتر مش عدوك، ده إنذار مبكر من جسمك بيقولك وقف شوية، اسمعني. يمكن تكون محتاج ترتاح، يمكن محتاج تغير حاجة في حياتك، يمكن محتاج تبطل تمثل إنك قوي طول الوقت. التوتر مش ضعف، اللي بيضعفك إنك تفضل تتجاهله. كل مرة تهرب منه بيكبر، لكن أول ما تبدأ تسمعه بيتحول من وجع خانق لرسالة واضحة. أنت مش محتاج تكون هادي طول الوقت، أنت محتاج تكون صادق مع نفسك. ويمكن اللحظة اللي بتسمح فيها لتوترك يتكلم هي أول لحظة حقيقية ترتاح فيها بجد. بس خد بالك، لو الإحساس ده بقى بيحصل كل يوم، وبقى مؤثر على نومك، أكلك، تركيزك أو شغلك، لو بقيت تحس إنك مش قادر تتحكم في خوفك أو قلقك، أو بيجيلك نوبات مفاجأة كأنك هتموت أو هتفقد السيطرة، ساعتها لازم تروح لطبيب نفسي. مش علشان فيك حاجة، لكن علشان جسمك وعقلك بيستغيثوا، ودي طريقته يقولك كفاية لوحدك. اعمل لايك وفولو لو حابب أشرح في الفيديو الجاي إزاي تهدي جسمك وقت التوتر من غير ما تهرب منه.